سفرة هنية، سفرة شهية. كتير من المواد الغذائية، عنا رمان أحمر طيب، عنا كاجو، سومو، دجاج وجبنة. ترقبوا معنا اليوم أطباق كتير شهية وكتير طيبة. أطباقنا بهالحلقة: سلطة الجرجير والبيستو. نحن بحاجة أوراق الجرجير الصغيرة، طماطم كرزية، رمان، صلصة البيستو، جبنة وجوز. الطبق الثاني: فيليه سمو مع الخردل والعسل. نحن بحاجة ل6 قطع من فيليه السمو، هليون طازج، عسل، خردل وحبوب الكاجو. الطبق الثالث: مسخن بالدجاج. نحن بحاجة لبصل شرائح، صدر دجاج مقطع، سمة وخبز تنور. رح بلش أنا وياكم بنقعة السمو. عادة هالنوع السمك بحاجة لشوية منكهات ليعطينا طعمة طيبة، لأنه بصراحة هو بتركيبته الطبيعية غني بالأوميغا 3، غني باليود، فيه تركيبة لنكهة رائعة، وخاصة لما بقدر أطبخ السمو وتضل المرقة الطبيعية موجودة بقلبه. عندي خردل، بدنا حوالها الملعقتين الصغار. بحاجة لعسل، ما بهم إذا العسل عسل ورد أو عسل سنديان، أنا اليوم اخترت عسل الورد لأنه فيه نكهة كمان طيبة ومميزة. كاجو، بدي حوالي 10 حبات، ممكن خلي الحبة كاملة متكاملة، وممكن قصة بهالشكل، وممكن تنطحن. حتى لو كان الكاجو معي بودرة ممكن يعطيني كمان طعمة كتير طيبة. 10-12 حبة من الكاجو فرمناهن. بدنا عصرة صغيرة من الحامض الطبيعي. هيدا الماريناد اللي عم نحضره ممكن نستعمله قبل بساعة أو قبل بساعتين. بكفيها قطع السومو الصغيرة، هيدي هي فيليات السومو قدامنا. بكفي هيدي القطعة الصغيرة نقعت ساعة أو ساعتين كحد أقصى، بعكس ما إنه تكون السمكة موجودة مع العظم تبعها. لما بيكون عندي فيليات سمك بحضر لهم هيدي النقعة الصغيرة. وهلأ اللي رح تنتبهوا معي إنه ما رح أحط ملح، لأنه الملح الطبيعي اللي موجود بقلب السمكة بينفرز لبرا وبيعطيني طعمة صحية وطيبة. بحاجة لشوي من البهار الأسود، بطحنه على الطلب، أفضل ما إني أجيب بهار مطحون. قطع الكاجو بحطهم فوق الماريناد، وبجيب شوية شومر. الدل بيعطيني نكهة كتير طيبة. والأجمل من هيك، بعد ما شيل قطعة السومو من قلب الفرن، هلا بتشوفوا رح ننقعها، نفوتها على الفرن حوالي 20 دقيقة تقريبا، ولما تطلع برجع بزينها هي وسخنة بالدل. كل هيدي الأمور بتعطيني نكهات، كل هالتركيبات اللي عم نحضرها بتعطينا نكهة طيبة لقطعة السومو. هالكمية اللي أنا حضرتها تقريباً لحوالي 10 قطع، كل قطعة بوزن 60 جرام. رح أرجع عيد المكونات. حطينا ملعقة خردل كبيرة، حطينا ملعقة عسل، دايماً الخردل بتكون كميته قد العسل. 10-12 حبة كاجو. اللي رح أرجع أعمله، رح أرجع أطحن شوية بهار فوق قطع السومو. والبهار مثل ما قلت لكم حبوب بهار أسود. هون عندي ميكس من البهار، بهار أسود مع بهار أبيض. كفيل الملح الطبيعي اللي موجود بالسلمون مع هالبهار اللي حطيته، مع هالمزيج اللي فيه شومر، دل، فيه عسل، فيه خردل، وفيه حبوب الكاجو. ملعقة فوق كل قطعة من السلمون، كفيلة تعطيني نكهة طيبة. عادة لما بدي انقع فترة نص ساعة أو 40 دقيقة كفيلين لشقفة سمك من دون عظم، شقفة سمك مسحبة يعطوها نكهة طيبة. رح زين السلمون تبعولي بحبوب الأسبرج. كرمال أنا وعم حضر سفرتي تبقى سهلة وسريعة، ممكن جيب قطع الهليون، بفتحها 2 بهالشكل وبحطها بالصينية مع قطع السومو. مثل ما سبق وقلت لكم 15 دقيقة ل20 دقيقة كحد أقصى، كفيلين
إنه يستووا قطعة السلمون ويعطوها النكهة طيبة. حرارة فرننا متوسطة، يعني حوالي 180 درجة. عنا قطع السومو عليها دل، الصوص أو المارينات فيه خردل، فيه عسل، فيه كاجو، ما حطيت ملح بالمرة وحطيت حبوب من البهار الأسود. رح روح أنا وياكم للصنف الثاني. الصنف الثاني نكهته شرقية بامتياز، تركيبته أردنية رائع جدا. بحاجة بالأول لقطعتين من البصل، حبتين من البصل، قص البصلة بالنص. هيدي الطريقة لفرم البصل، هي الطريقة المضبوطة. بدي بصل شرحات أو بسميه إمنسي أو بصل جوانح. لازم يكون عندي شوية ملح، سماء، وصدر دجاج. دايما بنسأل شيف بس المسخن بالدجاج؟ الجواب هو لا. فيني أعمله مسخن بالسمك، فيني أعمله على الطريقة الأردنية مع السماء، أو فيني أعمله على الطريقة البيروتية. بعمل صلصة طحينة كتير طيبة مع توم وكزبرة، بقلي قطع السمك وبلفها. المبدأ واحد. هون عندي بصل، سماء، صدر دجاج، رح قليهم بشوية زيت لما يستوي الدجاج معي، بتركه يبرد. بجيبي نوع من خبز التنور أو خبز الفرنجي، بشيل القطع بحطها بقلبها ورح لفها. رح نشوف أنا وياكم مداورة كيف رح تتم معنا هالعملية. دايما بقلي البصل بالأول، برجع بحضر شرحات الدجاج. ما بكتر كتير الزيت، فيني استعمل نوعين من الزيوت، فيني استعمل زيت الزيتون وفيني استعمل الزيت النباتي. أنا اليوم استعملت زيت نباتي. البصلات على النار. أول ما ببلش يصير في عندي اندماج بين زيت الزيتون وبين البصل، هنا تكمن النكهة. بلش يحمى مع الزيت، بلش يتحرقص البصل، بيطلع منه هالإفرازات الحليب مع المي، بلشوا يتبخروا، ببلش البصل ياخد لون ويعطوني طعمة طيبة. عم نتخيل قديش معقول تكون النكهة طيبة. بصل مقلى، صدر دجاج طبيعي نكهته طيبة، مقلى مع البصل، بنحط له شوية سماء، رشة ملح، من دون ولا أي نوع بهار، بنلفه بخبزة طيبة، بيعطيني مسخن بنكهة أردنية طيبة جدا. بهيدي الطريقة بقطع صدر الدجاج، باخد شرحة من تحت، شرحة من النص، شرحة من فوق. ما لازم يكون الدجاج أكبر من الخنصر، الشرحة عم تطلع معي طويلة. شوي تاني وبرجع بقصها بالنص. بما انه الصدر عندي كتير كبير، بعد ما خلصت كامل هالتقطيعات قصها بالنص. البصل عم يتقلى، صوته واضح، واكيد الروايح بتبلش تطلع عنا بقلب المطبخ. بصلاتنا عم يتقلوا، واضح انه النكهه بلشت تتركب معنا. دائما بنسأل شيف كيف معقوله اعمل اكل طيب بنكهه شهيه؟ في عده عوامل مسؤولين عنا ليطلع معي الاكل شهي. العامل الاساسي الاول اني اجيب مواد غذائيه شهيه وطيبه. ثاني شيء اعمل كومبينيشن مزبوطه، يعني انا عم قلي البصل، حطيت صدر الدجاج، بحط بهار بنكهه طيبه. البهار اللي راح استعمله اليوم اسمه سماء، انا بحطه من فصيل البهار، نكهته حامضه، مع صدر الدجاج، مع قلية البصل، مع شويه ملح صغيره. انا ضد انه نروح كثير لكميات ملح كثير كبيره، لانه بالتركيبه الطبيعيه تبع كل المواد الغذائيه اللي عم نستعملها، بالبصل في ملح، بالدجاج في ملح. اذا بعرف حافظ على الملح الطبيعي اللي موجود بقلبهم مع شويه ملح من عندي، بيعطوني نكهه طيبه. لما بحط الدجاج مفروض ارجع قوي النار تبعولي. تقوية النار اساسيه، لانه الدجاج ببلش يفرز المي تبعه. اذا فرز المي على نار خفيفه ممكن
يعطيني نكهه مش طيبه ويقسى الدجاج. بينما اذا بقوي له النار كل المسام تبع قطعه الدجاج تعرض لحراره عاليه تتماسك كلها على بعضها، بتاخذ لون وبتعطيني نكهه طيبه. رح شقر انا وياكم شوي على السومو. 10 دقائق بالفرن. العسل بلش يعمل كرمله، بلش يتكرمل السكر اللي موجود بقلبه، بلش يعطيني لون اشقر حلو كتير ونكهه. واذا مبين لعندكم على الكاميرا هالخضار من الدل مع الهليون مع الكاجو رح يعطيني كومبينيشن كله سوا. هالجمعه اللي عملناها اعطيتنا ريحه حلوه، يا ريت فيكم تشموها، وبعد شوي اكيد رح يعطينا طعمه طيبه. بصل مع صدر الدجاج على النار، كبستين من الملح الخشن مثل ما قلت لكم، ما رح نكتر كتير ملح. والنكهه الاساسيه تبع هيدا الطبق رح اخذها من السماق، سماق حامض بلدي عنده نكهه كتير طيبه. تقلية إجباري. إذا عم نسمع على الكاميرا صوت البصل أو صوت الدجاج اللي بيكون بعده شوي مسقع، لما يضرب بالمقلاية السخنة بيعطيني هيدا الصوت، وهيدا الصوت إلزامي يكون موجود لأنه بارد مع سخن بيعمل كونتر أكشن، بيجتمع كله سوا، بيساعد على إفراز نكهة معينة طبيعية موجودة بالبصل، موجودة بالدجاج، وهلأ صارت موجودة مع السماقات. حضرنا لطبقين انا وياكم، حطينا السومو مع الهليون بالفرن، حطينا البصل مع الدجاج للسماق مع السماق للمسخن الاردني. اليوم رح لف المسخن بطريقه مختلفه شوي صغيره، ان شاء الله بحلقات اخرى بنعمل غير حشاوي وبيطلع معنا نكهات طيبه. محضر شغله لصحن سلطه. تعودنا ناخذ السبانخ دائما مطبوخ، هالمره كنت بالسوق وتوفقت بحبوب سبانخ حبة صغيرة بيبي سبينتش، ورق سبانخ صغير. الأصوات تشابكت عندي بالمطبخ، عم بسمع صوت السمو عم يتكرمل مع العسل، صوت المسخن، البصل مع الدجاج مع الريحة الحلوة كتير. مبدئياً البصل استوى، الدجاج تبعنا استوى بأقل من دقيقة. فينا نعمل العد العكسي لنطفي على المسخن ونتركه يبرد، لأنه ما رح فينا نلف المسخن هو وسخن. مبدئياً البصل استوى، الدجاج تبعنا استوى بأقل من دقيقة. فينا نعمل العد العكسي لنطفي على المسخن ونتركه يبرد، لأنه ما رح فينا نلف المسخن هو وسخن. 5 4 3 2 1. طفينا على المسخن، نتركه يبرد شوي ومنلفه بالخبز تبعه. نرجع للبيبي سبينتش، السبانخ الورق الصغير، جبت معه شوية روكات، شوية روكا كمان، روكا أجنبية كمان عندها طعم كتير طيبة وشكل حلو. رمان أحمر غير فوائده الغذائية، الرمان من أطيب الفواكه الموجودة عنا. رح حط بندورة كرزية، واللي رح أعمله اليوم مع البندورة الكرزية رح قصها بالنص، اخلطها مع البيستو على البارد، وارجع رشها على وجه كل هيدي السلطة. ونقيت نوع من الجبنة اللي فيها الجوز. عادة اشتهرنا انه نحط جبنة بيضة ونحط عليها جوز. جبت اليوم نوع من الجبنة، الجوز بتركيبتها الطبيعية موجودة، جبنة طرية محشية بالجوز. عم نتخيل سبانخ مع رمان مع بندورة كرزية مخلوطة مع الحبق والبيستو وفي على وجهها هالجبنة. عم تتخيلوا معي قديش معقول تكون طيبة هالسلطة اللي عم نحضرها. ورق الروكات مع ورق السبانخ، أشكال مختلفة ونكهة حلوة موحدة وطيبة. تركيب صحن السلطة عادة ما بياخد معنا كتير وقت، كتير أساسي تضل الخضرة متوفرة عنا بالبيت. حبة الرمان تفقيتها سهلة كتير. حكينا أنا وياكم إنه البندورة الكرزية رح أخلطها مع حبوب البيستو. شو بكون عم بعمل؟ بكون عم جرب أعمل كومبينيشن بالنكهة. هالقرصة الحامض الطبيعية اللي موجودة بحبة البندورة مع السكر الطيب اللي هو موجود فيها للحبة، نكهة الحبق، نكهة البارميزان، وشوي من زيت الزيتون.
هيدي خلطتنا هالقد بسيطة. بشيل حبوب الكرزية مقصوصة بالنص، برشها رش على صحن السلاد. عادة صحن السلاد 4-5 دقايق بيتحضر فريش. والشغلة الإيجابية والطيبة اليوم إنه كتير هوموجين مع المسخن مع السومون والهاليوم. مربعات الجبنة فيني أحطهم بطريقة اختيارية. صحن مثل هيدا ألوانه متجانسة كلها سوا، في اللون الأخضر، في اللون الأحمر، وفي عندي حبوب الرمان، كفيل إنه ما يكلفني ولا أي شكل للزينة. رح يكلفني شوي صغيرة من عصير الحامض، زيت الزيتون موجود بالبيستو، كفيل إنه يعطيني طعمة مع شوي من عصير الحامض اللي حطيته، شوية كراشت بيبر صغيرة. أنا واثق إنه هالتركيبة الطبيعية اللي موجودة هون، هالروكا مع السبانخ مع الجبنة مع البندورة الكرزية مع الرمان، لما أكون حطيتهم كلهم سوا بشوكة وحدة وعم بكلها مع عصرة الحامض الصغيرة، أكيد رح تعطيني طعمة كتير طيبة. رح أرجع شقر أنا وياكم عن جديد على السومون. ريحة السكر مع الخردل، هالمزج كله سوا عم يعطيني نكهة وريحة حلوة معباية المطبخ. قطع السومون تجانست كلها سوا، حبوب الهاليون على الحرارة الجافة أخذت معي شوية لون، وهيدا اللون إيجابي جدا. رح نسكبها على طبلية حلوة كتير، كاتينج بورد مبرومة. الزينة كلها موجودة عندي. حبوب الهاليون استواء الدنتي. عادة لما بيكون عندي شيء لونه أخضر ما لازم عرضه لدرجة حرارة كتير عالية، لأنه هيدي الحرارة على الوقت كفيلة إنه تخسره كل القيمة الغذائية الموجودة بقلبه. قطع السومون بوزن 60 جرام، الخردل مع العسل مع حبوب الكاجو اللي موجودين على الوجه. عندي جرم دو بيتراف، شرحات من الشمندر، عندي عنقود صغير من الجروزاي. ومثل ما قلت لكم نحن وعم نحضر الماريناد، الدل اللي برجع بحطه على وجه الحبوب كفيل انه يعطيني نكهة ولون حلو كتير. رح زيد شغلة صغيرة أنا وياكم. أجمل شيء رح يصير معنا هلأ لما نخلص كل الزينة تبعنا، بيجي عندي أروم الحامض. برش الأروم ما بيكفي إنه بيعطيني شكل حلو، بيعطيني طعمة وبيعطيني ريحة حلوة كتير. سموع عم يغلي، العسل سخن، الخردل سخن، بحط أروم الحامض عليه، أكيد بيعطيني طعمة طيبة وشهية. صار عنا طبقين جاهزين. المسخن على النار سقع، البصل مع السماق مع صدر الدجاج. خلصنا طبق السومون، صحن السلاد موجود قدامنا بشهي.
رح روح أنا وياكم لطبقنا الأخير اليوم اللي هو مسخن أردني. قلينا البصل، قلينا الدجاج، مثل ما قلت لكم لازم نتركهم يفتروا شوي صغيرة، لأنه إذا كان الدجاج والبصل كتير سخنين أنا وعم لفها بالخبزة بتخزق معي. اليوم رح أكسر العادة وأقطع الخبز تبع المسخن. عادة بنعمله بشكل تريونغل، بنحط الحشوة بالنص بنلفه بيطلع معنا مثل الأصبع. اليوم رح لف لفة السموزة، يعني اللي هي مثلث، ممكن تكون محشية بالخضرة، ممكن تكون محشية بالسمك مثل ما قلت لكم، بس اليوم رح نلفها بالدجاج مع البصل، نعطيها شيب حلو وإن شاء الله بيعجبكم. قطعة من الدجاج، شوية بصل فوق منها. بهالخبزة الرقيقة بهالحجم الصغير اللي أنا عملته للخبزة كفيلة حبة التريانجل، حبة السموزة من المسخن، إنه تعطيني نكهة طيبة. رح لف وحدة تانية على مهلي أنا وياكم لتشوفوا التقنية المتبعة. بصل، شرحتين من الدجاج، بطوي أول طوية بهالشكل، برجع بلفها لفة تانية ثالثة، وبيطلع معي شكل مثلث. بضل في عندي شقفة خبزة فلتانة، بعلي الصدر تبع الخبزة وبفوتها من جوا. سفرتنا اليوم مميزة، عنا 3 أنواع من الأطباق اللي تحضرت. الفترة الزمنية كانت صغيرة، بحيالله سفرة هنية مثل سفرتنا فينا نعمل هال3 أطباق كفيلين إنه يزينوا سفرتنا، وبنفس الوقت يكون في عنا التشكيلة اللي عملناها. حضرنا السمك مع السومو، عملنا له نقعة كتير طيبة، خردل مع العسل مع الدل، وحطينا حبوب الكاجو. بنكون بهالماريناد هيدا استعملنا كل النكهات. أخذنا النكهة الحامضة أو الأسيديتي من الخردل، أخذنا نكهة السكر والقيمة الغذائية تبع العسل، حطينا كاجو لنكون استعملنا هالبذور أو هالحبوب، حطينا رشة بهار أسود صغيرة، ما استعملت ملح بالمرة. الملح الطبيعي اللي موجود بالسومو مع الإفرازات تبعوله بيعطيني نكهة طيبة. صحن سلطة غني كتير بالرمان، فيه جبنة الجوز، فيه البندورة الكرزية، بس لأعطي لحبة البندورة نكهة معينة قصيتها بالنص. البندورة الكرزية فيها قرصة حامض طيبة كتير، قصيتها بالنص خلطتها مع البيستو اللي هو غني بالصنوبر وبزيت الزيتون مع الحبق. كرمال هيك طبق السلطة تبعي بطل بحاجة لولا أي مادة دهنية. الحامض الطبيعي مع البيستو كفيلين إنه يعطوني أسيديتي طيبة بقلب الطبق. مسخن أردني، حطينا بصل سماق، حطينا له شوية ملح مع شرحات الدجاج، تقلى تركناه ليبرد. استعملت له اليوم زيت نباتي، مش غلط اني استعمل زيت زيتون، بس اكيد بالمسخن ما فيني استعمل لا زبدة ولا سمنة، بدي استعمل نوع من الزيوت، يا اما زيت زيتون يا اما زيت نباتي طبيعي. بنزين طبقنا، براعم شمندر لون احمر حلو، برجع بحط جزء من الكريس. هيدي الاضافات اللي بنضيفها على اطباقنا لما تنتهي تعطينا اشكال حلوه، بتصير تزيد الشهيه اللي نحن محتاجينها لنتناول هيدا الطبق. 3 أطباق غنية على سفرتنا الشهية. إلى اللقاء بحلقة جديدة.